يانيك فيريرا المدرب البلجيكي صاحب ال 44 عام المرشح بقوه لتدريب نادي الزمالك، والزمالك خلاص في الرتوش الاخيره لانهاء الصفقه. انا مش هقول لكم رايي فيه كمدير فني ايه، هسيبكم انتوا اللي تقولوا رايكم بكل صراحه. وان كان في بعض المميزات والعيوب، اولا الراجل عنده 44 سنه، سنه صغير، ده يعتبر ميزه لحد كبير لانه هيبقى قريب من اللعيبه. طريقه لعبه لحد كبير بيشتغل اما 4 3 2 1 او 4 3 3، نفس الطريقه او قريبه جدا لطريقه اللعب اللي كان بيشتغل بيها جوزيه جوميز مع الزمالك. لكن من ابرز السلبيات اللي ممكن تكون موجوده عنده انه في 10 سنين قاد 14 نادي فنيا، وده طبعا معدل دوران سريع جدا لاي مدير فني. ممكن تكون انجازاته مش كتيره، بس كان نفس الحال بالنسبه لجوزيه جوميز، برضه ما كانش عنده انجازات كبيره مع الزمالك. لكن النقطة المهمة قوي اللي أعتقد أنكم مش هتختلفوا معايا فيها، إن في عدم وجود لعيبة مميزة مفيش أي مدير فني في الزمالك ممكن ينجح بغض النظر عن السي في بتاعه. النهاردة الزمالك لغاية دلوقتي ما حسمش صفقات نقدر نقول عليها إنها صفقات هتضيف فنيا للزمالك. فهتجيب مدير فني كويس، هتجيب مدير فني متوسط، هتجيب مدير فني سيء، كل ده مرتبط نجاحك في التعاقد مع صفقات مميزة. من غير صفقات ما اعتقدش اي مدير فني ممكن ينجح.